بعد ما استلمت شقتي في الإسكان الاجتماعي كنت فاكر إن الإنترنت هيبقى آخر حاجة أفكر فيها، بس اللي حصل إن دي كانت أول أزمة قابلتني هناك، خصوصا إن شغلي كله معتمد على الإنترنت. ساعتها في سؤال فضل بيلف في دماغي، هو في خطوط أرضي هنا أصلا ولا هفضل عايش على باقات الموبايل؟ لحد ما في يوم وأنا داخل العمارة لقيت الجهاز ده في المدخل، ومن هنا الحكاية كلها اتغيرت ولقيت إجابة على سؤالي. الجهاز ده هو عبارة عن صندوق توزيع الإنترنت الفايبر لشركة وي بتاع العمارة كلها، وساعتها فهمت إن وجوده معناه إن خدمة الإنترنت وصلت لحد باب بيتي. بعدها اطمنت وصورت الجهاز وجهزت ورق التعاقد وطلعت على سنترال اكتوبر 2 علشان أقدم على خط أرضي. الأوراق المطلوبة للتقديم كانت بسيطة: أصل وصورة البطاقة، أصل وصورة محضر استلام الشقة، إيصال مرافق حديث، وصورة للجهاز اللي في مدخل العمارة، أو رقم أرضي لحد ساكن في العمارة. ركبت من مدخل المشروع ونزلت عند سنترال اكتوبر 2 اللي في ليلة القدر. دخلت السنترال وقطعت رقم وقعدت استنى دوري، ولما دخلت لموظف خدمة العملاء سألني لو معايا رقم أرضي لحد في العمارة، فقلت له لأ، ووريته صورة الجهاز. قال لي ولا يهمك، الصورة دي كفاية. سلمت له الورق، راجع عليه ورقة ورقة، وبعد ما قال لي كله تمام دفعت رسوم فحص الخط وكملت إجراءات التعاقد ومليت عقد الخط الأرضي ومضيت عليه. بعدها عرض عليا باقات الإنترنت، بصيت عليهم واحدة واحدة واخترت الباقة المناسبة ليا. دفعت رسوم الخط الأرضي والباقة واستلمت الإيصالات وصورة عقود التعاقد، وقال لي الفني هيتواصل معايا يا إما النهاردة يا إما بكرة بالكتير. وقبل ما امشي حولوني على القسم الفني واستلمت الراوتر وبقى خلاص معايا في ايدي. الحقيقة الموضوع كله طلع ابسط مما كنت متخيل. تاني يوم الصبح تليفوني رن، لقيت الفني بيقول لي انه جاي لي في الطريق. بعدها الفني وصل العمارة ومد سلك الفايبر من الجهاز اللي في مدخل العمارة لحد عندي في الشقة عن طريق الوصلات الموجودة في الحيطة. بعدها ركب لي الراوتر وجرب الخط والإنترنت تشتغل من أول مرة، وقال لي كله تمام ومية مية، وبعدها سابني ومشي. بعد ما الفني نزل من عندي وقفت ثانية وبصيت حواليا وقلت لنفسي المكان ده مش أنسب حاجة. الراوتر كان في نص الصالة فنقلته لنص الطرقة علشان الإشارة توصل لكل الأوض، وطلعت له كهرباء لوحده كمان علشان أشغله وأطفيه بسهولة. ومن اللحظة دي النت بقى ثابت وسريع وشغال في كل حتة. لو لسه مستلم شقتك وفاكر ان الانترنت قصة طويلة، احب اطمنك واقولك هي خطوات سهلة وبسيطة وابسط مما تتخيل، بس محتاجة حد يقولك تبدأ منين. ودي كانت تجربتي زي ما حصلت معايا بالظبط خطوة خطوة. ولو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنتات، ولو الفيديو ده فادك اعمل له لايك وشير علشان غيرك يستفيد.